الماضي علينا أن نعرف نفط الموجود في شبوة والموجود في حضرموت يكفي أن ينير الجزيرة العربية، مش بس على مستوانا. ويكفينا أن نعلم أنه هناك بئر نفط في شبوة، أعتقد أنكم سمعتم على هذا، وعلى الشعلة التي تستهلك يوميا شعلة هذا يطلع منها الغاز اللي طالع من جانب النفط إلى الهواء. علينا أن نعرف إنها تستهلك يوميا 11500 برميل يوميا. 11500 لو سخرناها لإنتاج الطاقة، هل تعرفوا كم بننتج من خلالها؟ سننتج 850 ميجا. لحسن الحظ بعدما أبلغنا فخامة الرئيس في شهر يناير الماضي بهذه المعلومة، كان متطلب اللي هو الكونفرتر، اللي هو تحويله إلى غاز سائل وبالتالي استخدامه للطاقة، والتكلفة الرأسمالية يمكن لا تساوي أرباح شهرين، مجازا نقول 3 أشهر، يعني تغطى التكلفة بالكامل والباقي ربح صافي. لماذا لم نقدم على مثل هذه الخطوات؟ هل هو نقص معرفي أو عدم إدراك؟ أنا أعتقد أنه في سبب ثالث، لا النقص المعرفي ولا عدم الإدراك، أنه هناك من أراد لنا أن نعيش بالظلام. وأؤكد هذه النقطة بقراءتي البسيطة للمعونات الدولية من سنة 96 ل 2011. علينا أن نعلم أن هناك كانت من القروض الميسرة المقدمة لليمن من سنة 96 ل 2011 ما كان يمكننا في قطاع الطاقة الوحدة أن نبني من المحطات وننتج من الكهرباء ما يساوي 21,000 ميجا. وهل تعرفوا أن هذه القروض لم تستخدم على الإطلاق؟ إذن ما الذي يريدوه لنا؟ ما أرادوه لعدن، أن تكون قرية صغيرة بسيطة مرمية، الموجود في شبوة والموجود في